جيت على الرقة نازحة، أعمل بالمعجنات وأعمل ثلاجة. مو مثل كل مرة، يعني السنة هاي مو مثل كل مرة بسبب غلاء الأسعار. الزيت غالي، السمنة غالية، كله غالي. قبل هذيك السنين، طبعا أنا صار لي 3 سنين نازحة. قبل هذيك السنين كان الوضع ممتاز يعني، والإنتاج ممتاز. بس هاي السنة بسبب الغلاء ما أعمل كميات كثيفة. طبعا أعمل لجارتي، أعمل لصديقتي، لأختي. والثلاجة يعني تتألف من تمر وطحين وسمنة وزيت وحوايج. نعجنها وبعدين حسب رغبة الزبون، يعني شكون يريد. أتمنى طبعا أرجع لبلدي وأمارس هوايتي ببيتي وبلدي. نهنيكم بحلول شهر رمضان الفضيل، والله يعيد علينا وعليكم مع الأمة كلها بخير وصحة وسلام. ونهنيكم من طرف ثاني بحلول عيد الأضحى المبارك أو اقترابه، يعني ظل شي 6 أيام 7 أيام تقريبا. الله يعيد على الأمة كلها بخير. بدنا نحكي عن المعجنات والحلويات اللي متعارف عليها من عادات والتقاليد القديمة بالرقة، ومتعارف عليها عن نساء الرقة، يعني مثل عادة شعبية أو تقليدية متعارف عليها بكل رقة تقريبا. الصراحة كل سنة نسوي يعني حلويات مشكلة بتفورات قليج وإلى آخره. إنما السنة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار أو من طلوع الدولار من دون نزول، يعني الصراحة ضغط صرف رمضان وضغط المصروف بالنسبة للعائلة. يعني اللي عنده عائلة اليوم أقل شيء مصروفه برمضان يتراوح بين تقريبا، إذا بده يسوي طبخة الصراحة بده شي 50,000 تقريبا يوميا صراحة، يعني بجد من دون مبالغة. اللي عنده عائلة صغيرة لا يقل عن 30,000. يعني ضغط مصروف رمضان صار ضغط كبير على العالم كله بسبب الغلاء. السنة صراحة ما كنا متعودين على الغلاء، صح انه بيه شوية العام وقبل، بس السنة صار غلاء مو طبيعي. يترتب على الحكي انه الولد الصغار بدهم ثياب للعيد، والبنات بدهم ثياب للعيد، وتجي قليجة العيد وحلويات العيد وبتفورات العيد. بس بسبب الغلاء الصراحة الشعب نكب معنويا ونفسيا، حتى فرح للعيد ما ظل بسبب الضغوط المادية والمعنوية اللي صارت. يعني قليج ما بي، لباس ما بي، كله بسبب الغلاء. والله أتمنى أنه الله يفرجها على أمة محمد وتحلحل الأزمة إن شاء الله، يعني من حرب معنوية إلى حرب نفسية إلى حرب صراع إلى حرب مادية إلى حرب اقتصادية إلى تعبنا.